السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض حواوشي اقتصادي جدا بدون لحمه بدون فراخ. الحواوشي بتاعنا بمكونات بسيطه جدا وضد غلاء الاسعار. تقدروا تعملوه غدا وتقدروا تعملوه عشاء وتقدروا تعملوه فطار. وقبل ما نبدا الفيديو، لو انت اول مره تشوفوني بتمنى تشتركوا في القناه وما تنسوش تصلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا هعمل 6 رغيفه. انا كل رغيف بحسب له بيضه، فانا هعمل 6 بيضات. هجيب طبق غويط او اي حاجة غويطة عندي وهبدأ ان انا اكسر ال6 بيضات. وبعد ما هكسرهم هجيب شوية فلفل اسود وملح بسيط جدا، عشان انا هحط جبنة رومي وهحط زيتون فهيكون مالح، فانا هحط رشة ملح خفيفة جدا عشان كده الزيتون والجبنة الرومي هتخلي الحاجة مالحة. بعد ما هكسر 6 بيضات هضربهم كده بالفلفل ورشة الملح، وهنزل عليهم بالفلفل الاخضر. ممكن فلفل الوان، ممكن اصلا تستغنوا عن الخطوة دي وما تحطوش الفلفل، فهو الفلفل اختياري. ونزلت بالزيتون. انا شايفة ان الزيتون والجبنة هم اهم حاجة في الوصفة دي. بعد كده نزلت بالجبنة الرومي. تقدروا برضو تحطوا جبنة بيضة، تقدروا تحطوا جبنة موتزاريلا، تقدروا تحطوا جبنة نستون، اي حاجة موجودة عندكم. ونزلت باللانشون. برضو تقدروا تستغنوا عن اللانشون وتحطوا اي حاجة تانية، ممكن بسطرمة، ممكن اي حاجة تانية انتوا بتحبوها، فهي اذواق. وانا بصراحة يعني دول اللي كانوا موجودين عندي في التلاجة، وقعدت افكر هعمل اكل ايه، فلقيت هو ده الموجود فقلت اعمله وبالمرة اوريهولكوا، لان هو حاجة محبوبة يعني عند قلبي وانا بحبها وبحب اعملها معظم الوقت. لما بيبقى عندي المكونات ديت بقوم اعملها افطر بيها او اتغدى او اتعشى على حسب ما يعني جوعت، الوقت اللي جوعت فيه. بعدها نزلت برشة فلفل بسيطة كده وقلبت تاني عشان الزفارة. ونزلت بمعلقة جبنة بيضاء. برضو انتوا تقدروا تستغنوا عن حوار ان انا حطيت الجبنة البيضاء، تقدروا تستغنوا عن الخطوة دي وتكتفوا بالجبنة الرومي بس، تقدروا تكتفوا بالجبنة الموتزاريلا بس، تقدروا تكتفوا باي نوع جبنة موجود عندكم متوفر عندكم. وبعد كده بدأت ان انا احط الخلطة ديت في الرغيف زي ما بحط الحواوشي عادي. هعمل 6 رغيفة بنفس الطريقة. وده كان منظر العيش بعد ما حشيته. مكونات بسيطة ممكن تبقى موجودة في اي بيت. هنا بقى انا حطيت طاسة وحطيت شوية زيت، وبدأت ان انا اقلي. خد الجنب اللي هو اللون الذهبي كده، ورحت قلبة على الناحية التانية بغطي النار بحيث ان البيض يستوي كويس والجبنة تسيح في الساندوتش. وهنا بعد ما اتعمل خلاص انا بصفيه كده وبطلعه وبحط غيره. وهنا بعد ما خلاص خلصت، شايفين شكله حلو ازاي؟ طعمه حلو جدا. تقدروا تعملوا جنبه بطاطس مقلية، تقدروا تجيبوا كاتشب وتحطوه اي حاجة جنبه، ممكن هو بس. الطعم حلو جدا. يعني هو شكله باين عليه طعمه، مش محتاجة. ولو لسه مشتركتوش في القناة بتمنى تشتركوا. والسلام عليكم.